تجاعيد وخطوط رفيعة ومضايقاكِ جدًا وعايزة تتخلّصي منها، وكمان تكون الطريقة طبيعية ومن مطبخِك ومش مكلفة تمامًا، والنتيجة بتاعتها بقى تكون رهيبة. تعالي النهارده هاقول لِك إزاي تقدري تتخلّصي من التجاعيد دي، وكمان ب3 قطرات فقط من الزيت الرهيب اللي أنا هاقول لِك عليهم. لو حطيتيهم من بالليل للصبح، أول ما تصحي هتلاقي بشرتِك صغرت 20 سنة. النهارده هاقول لكم على أفضل زيت للوجه بيزيل كل التجاعيد فورًا، وبيخلّصِك من التجاعيد والشيخوخة المبكرة ومن أي خطوط رفيعة. ده غير إن هو كمان بيدّي نضارة للبشرة وتحفيز للكولاجين، وبيخلّي بشرتِك صافية بطريقة فظيعة. بيعالج أي مشاكل موجودة على بشرتِك، وبيخلّي بشرتِك زي البيبي بالضبط. النتيجة بتاعته رهيبة يا بنات، والنتيجة بتاعته بتكون فورية، بتشوفي نتيجة ممتازة جدًا من أول استعمال. يلا يا حلوين، قبل ما نبدأ الوصفة الرهيبة دي ونشوف مكوناتها يا ريت تدعموني بالضغط على زر اللايك، وكمان تشتركوا في قناتي لو أول مرة تشوفوا أصلا القناة. شيروا بقى الفيديو لجميع أصدقائكم، خليهم هما كمان يستفادوا من الوصفة الجميلة دي. ويلا بينا نبدأ بسم الله ونشوف المكون الرهيب اللي معانا. وأول مكون معانا وهو زيت الزيتون. زيت الزيتون عارفين ان هو فيه كمية مضادات اكسدة رهيبة. المضادات الاكسدة اللي فيه يا بنات بتمنع الشيخوخة المبكرة بالنسبة للبنات اللي بيبقى عندهم 20 سنة و19 سنة وتلاقي ايديهم جعدت وكمان طلع لهم خطوط رفيعة تحت العين. زيت الزيتون لما بنستخدمه دايما بيمنع المشكلة دي تماما. ده غير ان هو بيمنع اي تجاعيد موجودة على بشرتك وبيخلصنا منها. هنبدأ نضيف كمان زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو رهيب جدا. ليه بقى يا بنات؟ لانه فيه فيتامين ايه وكمان فيه فيتامين اي. فيتامين ايه اللي فيه كمية مضادات اكسدة رهيبة بتأخر الشيخوخة، وكمان فيه كمية اوميجا 3 رهيبة جدا جدا بتعالج الندبات والحبوب بالنسبة للبنات اللي عندهم مشاكل. هنحط كمان قطرات من فيتامين اي الزيت نفسه. هنبدأ نحط منه قطرات رهيب يا بنات. المضادات الأكسدة العالية اللي موجودة فيه بتصلح البشرة وبتخلي فيها مرونة قوية جدا. كمان استبدلوه بكبسولات فيتامين اي، تقدروا تستبدلوه مفيش اي مشكلة. حطينا الزيوت كلها، هنبدأ بقى نحط المواد الجافة وهي حبة البركة يا بنات. حبة البركة ممتازة جدا جدا، بتقلل من ظهور التجاعيد، بتساعد في تفتيح لون البشرة، وكمان مرطب قوي جدا جدا لبشرتنا. بتخلي بشرتنا صحية وكمان متوهجة وشكلها صافي جدا، وكمان النتيجة بتاعتها بتكون سريعة على البشرة. هنضيف بقى القرنفل. القرنفل ده يعني سحر، فيه كمية مضادات أكسدة بيزيل التجاعيد وبيشد الترهلات بالنسبة للبنات اللي عندها دايما ترهل على بشرتها، وكمان بيخلي بشرتنا فيها نضارة وإشراق فظيع جدا جدا. القرنفل لا غنى عنه بالنسبة للتجاعيد. هنضيف منه معلقة. نبدأ بقى ناخد مكوناتنا الجميلة دي ونقلبها كويس. هل هنستخدم الوصفة بالطريقة دي؟ لا، احنا حاطين المكونات اللي هي الزيوت وكمان ضفنا عليها المكونات الجافة، وهنبدأ نشوف طريقة الاستخدام، وهي طريقة مهمة جدا جدا. عندنا أول طريقة ان احنا نبدأ ناخد الوصفة دي ونحطها على حمام مائي لحد ما تبدأ تغلي وكل المكونات تبدأ تستفاد من بعضها ويبدأ الخلاصة تنزل معايا في الزيت. ده لو انتي عايزة النتيجة بسرعة. طيب لو انتي بقى هتستني شوية، يبقى هناخد الزيوت والقرنفل وحبة البركة في علبة، وهنبدأ نصفيهم ونحطهم جوه علبة، وهنسيبهم لمدة أسبوع لحد ما الخلاصة كاملة تنزل معايا في الزيت علشان أبدأ أستفاد منه كويس، وهنبدأ بعد الأسبوع نستخدمها. تمام. هنا دلوقتي هنشوف طريقة بقى استخدام بعد ما هنبدأ. يا إما هنحطه على حمام مائي أو نسيبه لمدة أسبوع. هنبدأ ناخد قطرات فقط من الزيت بالليل بس، مش هينفع الصبح، وهنحطها على بشرتنا قطرات صغيرة يا بنات. بالنسبة للبنات اللي بشرتهم دهنية وبياخدوا كمية كبيرة جدا من الزيت وبيبدأ يعمل معاهم مشاكل، انتوا بتزودوا قوي في الزيت. هي يا دوب قطرات بسيطة جدا من الزيت، وهنبدأ ندلك بيها البشرة، وهنسيبها من بالليل للصبح. وبعد كده هنبدأ نغسل بشرتنا الصبح وهنحط المرطب بتاعنا. تمام. الوصفة دي يا بنات ممتازة ممتازة ممتازة، وهتجربوها وتشوفوا منها نتيجة فظيعة. جربوا الوصفة دي لمدة أسبوع، من أول أسبوع هتشوفوا نتيجة مرضية جدا بالنسبة لكم. جربوها بقى لمدة شهر وكملوا معاها، هتشوفوا نتيجة حلوة جدا جدا بعد الاستمرارية.
بس يا حلوين وصفة النهاردة خلصت، باتمنى تدعموني بالضغط على زر اللايك. البنات اللي أول مرة يشوفوا قناتي شيروا الفيديو يا بنات، وكمان اشتركوا في قناتي عشان في فيديوهات جاية تانية أكتر وأكتر. ومع السلامة.